ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا كده انا اسف على التأخير. بس كنت زي ما انتم شايفين عملت تعديلات في الاستوديو، ولسه ان شاء الله في تعديلات اكتر واكتر، وفي تطوير في الكونتنت اكتر بكتير. بس اهم حاجة اللي انتوا عايزكم تبقوا صابرين معايا. اهم حاجة ان يا رب يا رب تكون التعديلات القليلة اللي انا عملتها دي تعجبكم، وان شاء الله التعديلات الاكبر قادمة باذن الله، سواء في المحتوى او في الاستوديو. انا جاي النهارده اتكلم عن انسحاب الاهلي من مباراة القمة امام الزمالك امبارح. فيلا بينا نبدأ. بداية كده هنبدأ نسرد اوراق واحدة واحدة من البيان اللي طلع امبارح. الموضوع معروف ان هو كان هيتلعب بحكام اجانب، والرابطة طلعت ان الماتش هيتلعب بحكام اجانب، فالاهلي كان بيستعد عادي جدا عادي جدا للماتش. اولا كده قبل ما احكي، هل انا مع قرار الاداره؟ انا كأنا لا، مش الاهلي اللي يعمل زي الزمالك حتى لو كان ايه الوضع. ما يبقاش تحط انا اسمي مع الزمالك بالذات في موضوع الانسحاب. انكم زي ما انتوا شفتوا الايام اللي فاتت او الساعات اللي فاتت اتقال عليه ايه؟ اتقال عليه كلام كتير جدا. ده مش الاهلي، دي مش شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي انا هلعب غصب عنكم، هلعب وفي الاخر انا هعمل اللي انا عايزه. وغير كده الجماهير اللي راحت والناس اللي نزلت القهاوي استنت الماتش، واللعيبه اللي اتحضرت للماتش، يعني ما حرام يعني. اللي صعب عليا اكتر الناس اللي راحت الماتش. ناس رايحه من الصيام من قبل الفطار، ناس مستنيه، الناس قاعده. فانك ما تروحش ده معناه انه عدم تقدير للجماهير اللي راحت. بس الاهلي طلع بيان انه هيقدر الجماهير اللي راحت، وهيرجع الفلوس للجماهير، هيقدرهم ماديا ومعنويا. معنويا ازاي؟ لسه مفيش اي حاجه حصلت، يعني مفيش اي حاجه اتقالت، يعني ده رسميا اللي هيحصل. بجد يا جماعه انا تعبت وزهقت من منظمه الكوره في مصر، وتعبت من الكوره في مصر. يعني انا واحد يعني اقدر اقول ان انا من المتفرجين الجيدين للدوري المصري، من محبين الدوري المصري. بس انا في الاخر يا جدعان انا بقيتش قادر، ما بقيتش قادر والله العظيم. يعني ده انا كنت عامل بدات يوتيوب بسبب حبي للكوره، حبي للاهلي، واللي انا عايز اتكلم في الكوره براحتي. لكن لما اجي الاقي كميه القرف ده في الكوره المصريه، ليه يا جماعه؟ دي الحاجه الوحيده اللي في مصر اللي بترفه عن الواحد. الحاجه الوحيده ان الشاب اللي زيي واللي اكبر مني واللي اصغر، الواحد بيبقى راجع من شغله ولا من دراسته مستني ماتش للاهلي او للزمالك عشان يفرح، عشان بس اقل حاجه، يعني اقل ترفيه زي ده هو اللي بيبسط الناس. فنيجي بقى نلاقي القرف ده كله، كميه الفساد والعبث اللي بيحصل في الدوري المصري ده، سواء من رابطه من اتحاد الكوره. الوضع يعني مش عايز لكم مأساوي. يعني انا بتابع من امبارح البيانات وبتابع الاخبار. ايه القرف ده يا جماعه؟ اقسم بالله اقسم بالله ده سيرك واللي ماسكينه ما بيتغيروش. ده اللي خلاني اقول انا مع الاداره ان فعلا لو حصل فعلا اعاده هيكله للمنظومه بسبب اللي عمله الاهلي امبارح، فانا ساعتها هقدر الاداره واقول قرار صح مليون في الميه، واداره رجاله فعلا ان هم عملوا كده. انا متضايق من القرار، بس ده مش معناه ان انا مش هأيد ادارتي. انا مأيد ادارتي، انا مأيد الاداره، انا عشان انا محب للنادي، نفسي النادي يبقى في احسن صوره. رايي انا الشخصي وراي الجماهير ان لا، ما كانش ينفع ده يحصل. على الاقل ان الزمالك بالمستوى ده مفيش احسن من كده انك تكسبه، انك بقالك 3 ماتشات يعني بتتعادل. ماتش السوبر الافريقي اتعادلت وكسبك ضربات جزاء، ماتش السوبر المصري اتعادلت وكسبته ضربات جزاء، ماتش الدوري اللي فات اللي هو كان من اسبوعين اتعادلته. فمفيش احسن فرصه من كده بجد انك تكسب فيه الزمالك، بالذات انك اللعيبه بتاعتك حتى الصفقات الجديده شمت نفسها، خلاص شمت نفسها. فكنا نقدر ننزل ندي الزمالك علقه محترمه، بس ما حصلش. ايه بقى اللي خلى الاهلي يوصل
ان هو يطلع قرار بالانسحاب من المباراه والانسحاب من الدوري. في الاول الاهلي قال انا عايز العب بحكام اجانب. الرابطه الزمالك قال معيش فلوس، مع ان ده ماتش الزمالك، فمن حقه يجيب حكام اجانب. لا، هو اللي يطلب. الرابطه قالت انا هتكفل بالفلوس بتاعت الحكام الاجانب، وبعتت الجواب لاتحاد الكوره يوم 9/3، فمعناه ان كان قبل الماتش 3 ايام، فانت تلحق 100% تجيب حكام اجانب، وحكام اجانب من اعلى مستوى كمان. بس ايه اللي حصل؟ زي جوابات كتير اتبعتت واترمخت عليها، زي مثلا جواب استضافه الاهلي لماتش نهائي افريقيا بتاع الاهلي والوداد اللي خسرنا فيه في كازابلانكا في مركب محمد بن خامس. فهل هذا عدل اتحاد الكوره؟ لا. اتحاد الكوره ده حرفيا اشبه بفساد. ده منظومه فاسده، سواء هنا ابو ريده، سواء اللي قبليه كان جلال علام، او اي حد مسك اتحاد الكوره، او اي منظومه مسكت اتحاد الكوره من يوم ما انا وعيت على كوره. يعني انا بدات اوعى على كوره واتفرج على كوره فعلا كانت 2007 2008. بدات اتفرج مع كوره وانا عيل صغير كده مع والدي. كانت يعني والدي اللي كان بيحكي لي لما كبرت شويه ان اتحاد الكوره من زمان وهو فاسد مليون في الميه. بس لما كبرت، لما بدات بقى خلاص انا بقيت مشجع فعلا، وبقيت بفهم وبتفرج من سنه 2010 ل 2011 ساعه افريقيا بتاع اللي كسبناها. احنا ما شفناش يوم عدل مع اتحاد كوره مصري. كلهم بيلعبوا لمصلحتهم، كله بيلعب لمصلحته، ويلعب لمصلحه حبايبه، ويلعب لمصلحه الناس اللي معاه في المجلس. طب ما احنا خلاص بقى نسيبها لكم، والفرق كلها تروح تدور لها تلعب بقى في اي دوري تاني. ايه اللي حصل؟ الاهلي اخطر الرابطه ان هو عايز حكام اجانب، والرابطه اختارت اتحاد الكوره. اتحاد الكوره قال انا ما جاليش حاجه، ومش هعرف اجيب، لا مش هعرف اجيب حكم في خلال 24 ساعه. لا معلش، انت امبارح في حكام سعوديين وصلوا مصر الساعه 10. طب ما انت اهو تعرف تجيب حكام اجانب، بس ليه؟ عشان انت اتزنقت. الاهلي قال لك لو ما فيش حكام اجانب انا مش هلعب الماتش ولا هكمل الدوري. عشان ايه؟ عشان اتزنقت. وفي الاخر الماتش ايه؟ اتحسب للزمالك 3-0. ومين فساد كمان الرابطه ان الماتش ما اتعلنش عنه اصلا ان هو الزمالك كسب 3-0. لحد دلوقتي ما اعلنوش نتيجه الماتش. فده بيوريك قد ايه ان ضغط الاهلي على الرابطه 100% صحيح، و100% يرعب اي حد، لان مجلس اداره الاهلي غير. كلمه الاهلي اللي هو انا هنسحب الماتش او هنسحب من بطوله كلمه تقيله، كلمه تقيله جدا، سواء لرعاه للدوري. الدوري المصري من غير اهلي او زمالك مفيش دوري، هيوقفوا النشاط. كل الباقي كومبارس، بقيت فرق الدوري كومبارسات بلا منازع. حتى الزمالك في وقت من الاوقات كان كومبارس، بس نادي الزمالك نادي كبير وانا بحترمه. قالوا لك ماشي هنلعب بحكام اجانب. اتوبيس الاهلي اتحرك بعد ما الزمالك وصل طبعا. يعني اتوبيس الاهلي اتحرك اول ما اعلنوا ان محمد سيوني هو الحكم. اتوبيس النادي طلع على مدينه نصر فرع الاهلي، وخدوا تدريب في نفس ميعاد الماتش، عشان طبعا اللي قاله كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي ما تحققش. هل صح انك تفضل على مطالبك؟ صح 100%. بس انت ضيعت على نفسك منافسه في الدوري. بس كده لو فعلا انت قررت تكمل الدوري فانت ضيعت على نفسك منافسه الدوري. انت كده هتخصم منك 3 نقط دلوقتي حالا. دلوقتي هتخصم منك 3 نقط، والزمالك خد 3 نقط، فالفرق بينكم 3 نقط. في اخر الدوري هتخصم منك 3 كمان، فانت كده خارج منافسه الدوري 100% حتى بعد ما تكسب ماتش بيراميدز اللي جاي. فحرام اللي حصل، وحرام الناس اللي راحت واتبهدلت. ده ذنب مين؟ ده ذنب يعني ذنبهم في رقبه مين؟ في رقبه اتحاد الكره والرابطه.
ويعني ايه يا جماعه الرابطه بقالها 4 سنين مع نفس النايم احمد دياب. اعذرني، يعني احمد دياب ده من بعد مشكله احمد رفعت المفروض كان يبعد خالص عن كارير الكوره، يبعد خالص عن كارير الكوره. لكن لا، ده لسه ماسك الرابطه لحد دلوقتي حتى بعد المشاكل وبعد الادله اللي طلعت ان هو من اكبر المتسببين في وفاه احمد رفعت الله يرحمه، ولسه قاعد. ده يبين لكم قد ايه يا جماعه ان في كميه فساد مش طبيعي. وحاجه كمان، كابتن عماد متعب امبارح طلع قال انا بتضايق جدا ان اسمي بيتربط اللي انا لسه في الرابطه. هو عماد متعب فعلا اسمه في الرابطه على الورق، بس قال لك ايه؟ قال لك انا بقالي اكتر من 4 سنين من يوم ما الرابطه اتعملت ما بحضرش اجتماعات، وكمان انا مش على جروب الرابطه. هو عماد متعب موجود هناك باسم الاهلي. فده معناه ايه؟ معناه ان هم مش عايزين حد من الاهلي جوه الرابطه عشان ما يكشفش الخرا اللي هم بيعملوه. بلس ان هو طلع امبارح قال انا استقلت رسميا من وجودي في الرابطه. حركه حلوه منه ان هو صح. اصل انت اي حاجه، بص في مصر بالذات سواء اهلي او زمالك، اي حاجه الرابطه هتعملها مش في صالح ناديك، اول واحد هيتشتم اللي في المنصب بتاع الرابطه من النادي، سواء منصب من الاهلي او منصب من الزمالك، اول واحد هيتشتم. عشان كده عماد متعب قال لك انا بتضايق ان اسمي بيتجاب في الرابطه اللي انا متحدث باسم الاهلي هناك. فانتوا متخيلين يا جماعه الموضوع قد ايه سيء من لعيبه الكوره مش طايقين الرابطه اكتر من الجماهير؟ قد ايه ان الرابطه واتحاد الكوره فيه فساد. واللي ضايق فيه ان اصلا في حد من الزمالك قبل الماتش بايام، مش فاكر بقى الصراحه ومش فاكر اسمه الحقيقه، طلع قال ان هاني ابو ريده محسوب على الزمالك. فطبعا 100% احنا عارفين امبارح ايه اللي حصل. يعني امبارح دي اتطبخت لايه؟ مش هقول تطبيل للزمالك، ان بص السنه دي التحكيم ولا موجه للاهلي ولا موجه للزمالك، موجه لبيراميدز 100%. طلع قال ايمن الكومي ان الدوري هيروح لبيراميدز ومعاه ادله لكده، وهو مش عايز يطلع يقول الادله دي. وبيقول لك في طرق غير شرعيه بتحصل كتير عشان الدوري ياخدوا بيراميدز. وعلى فكره هو الكلام ده من الموسم اللي فات، بس الاهلي عمل سلسله لا هزيمه مرعبه تخلي اي حد ما يعرف حتى لو بطريقه غير شرعيه يقدر يعمل معاك حاجه. فهي عدت منهم السنه اللي فاتت، لكن السنه دي مش هيسيبوها. السنه دي بيراميدز بيجي لهم اخطاء تحكيميه بالجمله، ومن حكام مش معروفين بيحكموا ماتشات بيراميدز، بيجي لهم ضربات جزاء واجوان وحاجات اوفسايد. يا جماعه ايه القرف ده؟ ده ايه الخرا ده؟ ده انتوا غلبتوا حكام انجلترا يا جدعان. ده انجلترا اللي حكامها اقسم بالله لا يفقهوا شيء عن التحكيم المصري، غلبوا. هل في النهايه انا مع قرار الاهلي؟ مع قرار مجلس اداره الاهلي. ليه؟ لان عشان شويه الموظفين اللي في اتحاد الكره والرابطه يتعمل لهم بقى ايه؟ اعاده هيكله كده. وزير الشباب والرياضه، احلى تحيه لوزير الشباب والرياضه استاذ خالد صبحي، يبدا يعمل لهم اعاده هيكله ويجيب ناس بجد نضاف، ناس ريحتهم مش مشمومه من الاخر، لان دول ريحتهم اتشمت. عارف لو دول يعني لو في العادي دول مشيوا هيجي اللي قبلهم، لما اللي قبلهم يمشوا هيجي اللي بعدهم، لما بعدهم يمشوا هيجي اللي قبلهم تاني. فهي جمعيه ودايره، والله العظيم جمعيه وسخه ودايره، ومش هنفضل كده طول ما اعاده الهيكله مش هتتعمل. اصل هاني ابو ريده مشي هيجي جمال علام مشي هيجي هاني ابو ريده، لو مش هيجي هاني ابو ريده هيجي مساعد هاني ابو ريده، لو ما جاش جمال علام هيجي مساعد جمال علام. فده قرف، ده اسمه قرف. ومعلش يعني ايه؟ يعني ازاي مفيش كوادر يمسكوا اتحاد الكوره بجد؟ وغير كده اختيار في كميه فساد يا جماعه، سواء في اختيار مدربين للمنتخبات. يعني اختيار مدربين للمنتخبات ده لوحدها حاجه تعصب. يعني انت خدت مع كيروش، خدت وائل جمعه وخدت محمد شوقي معاه في التدريب عشان ياخدوا خبره. اول ما مسكت فيتوريا مشيتهم. طب انت اصلا ليه وديتهم مع كيروش؟ مش عشان يتعلموا، مش عشان يمسكوا مناصب في المنتخب سواء مدربين او اداريين؟ ما عملش كده خالص. طب ما هو ده اسمه عتا. انا ما اقدرش احكم على محمد شوقي مثلا ولا وائل جمعه في تجربتهم مع كيروش، ما اقدرش خالص، لان هو مش شفتهمش بعدها.
بس الجدير بالذكر ان محمد شوقي دلوقتي مساعد مدير الرياضي في النادي الاهلي، عامل شغل 10 على 10. فده معناه ان الفساد من منظومه الكوره جوه الاتحاد، مش من اهلي، مش من زمالك. يعني الزمالك بشخصنه مع اداره الاهلي، اداره الاهلي ملهاش دعوه، والاهلي كذلك بشخصنه مع اداره الزمالك، اداره الزمالك ملهاش دعوه. الفساد كله من اتحاد الكوره، ملهاش دعوه بادارات. لكن الزمالك عنده حته ادعاء المظلوميه. يعني ميدو طلع تصريح من كام يوم قال لك انا غير موافق على اكمل مبارياتي بتحكيم مصري، مش عايز حكام مصريه، قاعد يغلط في الحكام المصريه. امبارح جه انا اشجع حكام مصريين، وانا ليه اجيب اجانب من عند حكام مصريين؟ انت كده يعني ده كده انت اكبر مدلس. يعني ميدو ده من اكبر المدلسين اللي في الدنيا، وطلع يشتم في ابو تريكه، يقول لك ابو تريكه دايما بيحاول يكسب استعطاف الناس، مع ان ابو تريكه بيذكرك بمحاسنك، ما بيذكركش بسيئاتك. فانت طالع تشتم الراجل. ومعلش يا عم، ابو تريكه ده انضف من انضف بني ادم في المنظومه المصريه دي كلها، اللي انت بتشتمه ده. فيا جماعه الفساد موجود، فساد من الاداريين بتوع اتحاد الكوره والرابطه. انا مع البيانات اللي طلعها الاهلي في الاخر انا مش راضي عنها، بس في نفس الوقت انا ورا ادارتي، لان فعلا لو حصل اعاده هيكله بسبب انسحاب الاهلي من الماتش او انسحاب الاهلي من بطوله الدوري، ده معناه ان وزاره الشباب والرياضه تعمل اعاده هيكله للاتحاد وللرابطه لسبب واحد، ان الاهلي والزمالك في الدوري المصري لا يمسوا. مفيش بطوله هتمشي من غير الاهلي والزمالك. الاهلي لو نزل فعلا درجه رابعه، ودي مش هتحصل، من رابع المستحيلات انها تحصل، مش هيبقى عندك رعايه للدوري، مش هيبقى عندك مشاهدات تلفزيونيه للدوري، كده كده محدش هيتفرج على الدوري لسبب ان الدوري الدرجه الرابعه مش مذاع، محدش هيتفرج عليك. وغير كده الاهلي اصلا مش محتاج مسابقاتك في حاجه. الاهلي شارك في الانتر كونتيننتال، ومشارك في كاس العالم للانديه. فانت متخيل الاهلي في اي محفل عالمي مشارك فيه هيبقى جاي مسابقتك المعفنه دي؟ هو بقى لا ال 44 دوري ولا 39 كاس ولا كام سوبر افريقيا ولا كام سوبر مصري، مش هيهمه. والله العظيم ما هيهمه. ده في محافل عالميه، ده بيطلع على حاجات عالميه انت اصلا ما تحلمش بيها. انت بسببه هتاخد 3.5 مليون دولار لمشاركته في كاس العالم كاتحاد مصري. فانت المفروض يبقى عندك سنه كده نظافه ناحيه الاهلي. بس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه خلصت. لو بكل حلقه عجبتكم اعذروني لو انا متنرفز، اعذروني لو صدر مني اي عصبيه، لان فعلا الموضوع مستفز. السلام عليكم.